دول دول بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل عليكم. بصوا، عادة يعني اللي معروف ان اي ست بيجي لها فلوس بتروح تشتري حاجات لنفسها، يعني بتظبط نفسها، هي حاجات شخصية ليها، مش عارفة ايه الكلام ده كله. انا يمكن مختلفة شوية، يمكن في ناس كتير شبهي، مش هقول كتير يعني، يمكن في ناس قليلة شبهي. انا بحب قوي اشتري الحاجات دي لما بيجيلي فلوس، بحب قوي الحاجات دي، حاجات المطبخ، الحاجات الغريبة، الحاجات الصغيرة، بعز قوي الحاجات دي. هنشوف انا اشتريت ايه مع بعض كده، يا رب الحاجات تعجبكم. اولا عشان نوسع وسط المكان، دي بولة، هي مش خشب، هي ميلامين، واخدة شكل الخشب. تمام، هي ميلامين اهي، واخدة شكل الخشب، لان الخشب اغلى. دي انا مش فاكرة سعرها، بس هو الخشب اغلى. تمام. دول مسكات بتعلقيها على الحيطة، وبتدخلي فيها المكنسة هنا، او المساحة بتعلقيها على الحيطة، على السيراميك، بتعلق على السيراميك. دول القمر بقى، انا شارية كل الحاجات دي عشانه. دي تعمليها سوسيرة تحطي فيها شوية زيتون، الكلام ده كله. الحاجات دي بصي، هو ما اعرفش لهم استعمال ما لهمش استعمال، انا حباهم وخلاص. تمام. معانا هنا دي كل ما بشوفها بروح اشتريها على فكرة، تقولوا لي ليه مش عارفة بجد يعني، بس انا بحب اشتريها مع ان عندي يعني منها. ده مقص، ان الولاد مظبطين لي مقصاتي كلها طبعا بتتكسر. تمام. هنا دي انا عندي ستانلس، بس انا حبيت شكلها، ان انا لما اتجوزت كنت متجوزه بواحده شبهها كده. تمام. دي كنت شارياها قبل كده يا جماعه، وريتها لكم قبل كده في فيديو قبل كده. هي لذيذه، بس انا ما لقيتلهاش استعمال يعني، بس هي جميله، ممكن تستعمليها ديكور كده او حاجه يعني. عجبتني. هي حاميه جدا، ممكن تقطعي بيها خضره بقى، تقطعي بيها توم، تقطعي بيها. الولاد لما بيلاقوش السكينه بيستعملوها هي كده. تمام. دول اشتريتهم قبل كده برضو، وريتهم لكم، اشتريت منهم تاني. نخش بقى على الحاجات الجد. دي مساحه برضو، كل ما بلاقي بستعمل بجيبها، بينفعوني قوي في الحمامات، انا بعزهم بصراحه يعني. في دي كمان، دول انا ما جربتهمش، هجيب انا هم يعني، انا لقيتهم مش غاليين فقلت اجربهم يعني. الحاجات دي يا جماعه اسعارها مش عاليه، هجربها. واللي حابب يسالني عملت معايا ايه يبقى يسالني في الكومنتات. دول فيها 6، سعرها مش غالي، بس انا هجربها، بس انا حاسه انها ممكن تعمل رغوه حلوه على الكوبايات والاطباق يعني. تمام. ندخل بقى على حاجات. بصوا ده، دي كان عليها طبقه انا شلتها، طبقه مشمع. دي ده كوستر، ممكن للسفره، ممكن تجيبي منها 6، والكيس بيبقى فيه 6. الشكل الابيض الاسود الرخامي ده، وفي الشكل الابيض، وكل واحده فيها شكلين، وش وظهر. تمام. معانا دي بقى، دي ليها قطعه تانية طويله اهي. دي ممكن تتحط تحت الحوض، هي طويله اهي، طويله. كوكينج، هي للمطبخ اهي. دي القطعه التانية بتاعتها. بس يا جماعه مش الفيديو فصل، ده الجزء التاني، ده الجزء الطويل اهو. ده ممكن تحطيه تحت الحوض، ممكن عايزه كله تستعمليه صفايات يعني. المهم هو عجبني وخلاص. ده الجزء التاني زي ما قلت لكم، انا عشان بصوا الشباك بيبقى منور ازاي، فانا بحب الحاجات دي قوي، علشان علشان تداريلي الضوء ده. تمام. في ايه تاني مرتلكوش؟ في ايه تاني؟
نرجع بقى مرجوعنا بقى. الحاجات دي كلها اهي اهي ادي كل الحاجات اهي. الحاجات دي اللي حابب يسأل على حاجة يسأل. دول بقى دول بجد بقى يعني انا شاريه كل ده عشان دول عاجبني قوي ما شاء الله يعني. بحب الحاجات دي قوي. بس زي ما قلت لكم يعني كل واحده بتروح تشتري لنفسها حاجات. انا بحب اروح اشتري يعني حاجات ديكور، حاجات للمطبخ، الحاجات دي او بتستهويني اكتر يعني. فلو حابين تسالوا على اي حاجه زي من دي اسالوا في الكومنتات. اهو انا كده وريتكم كل الحاجات. مش عارفه في حاجه تانية ولا لا. لو حابين تسالوا على حاجه اسالوني. ولو وصلنا لحد هنا واول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك واشتراك وشيروا الفيديو لو كان عجبكم مع اصحابكم. وشكرا يا جماعه وباي باي.